ايه الاخبار؟ النهارده كان عندنا ايفنت في شيل مصر. الايفنت ده للبرامج والايفنتات اللي هم كانوا بيعملوها. طبعا انا من اقدم الناس، يعني لا في طبعا ناس اقدم مني، بس انا من 2008 وانا مشارك معاهم في الايفنتات اللي هي خاصه بالتدريب بتاعت البيزنس. يعني معظم بصراحه خبراتي اللي انا جبتها في موضوع البيزنس واداره الاعمال طبعا اتدربت هنا تبع شركه شيل. الحمد لله كنت 2008 ضغطت الثاني في مرحله الهندسه. شاركت بعد كده معاهم في برامج برضو خاصه بالبيزنس تدريب. الحمد لله يعني خدت معاهم دورات كتير وصولات كتيره. والنهارده كان عندنا ايفنت كده اجتماع للناس اللي شاركت معاهم من زمان. يعني اختاروا بعض المشاريع وبعض الشخصيات اللي هي شاركت زي مثلا وبعض الناس التانية برضو. لكن كان موضوع مفيد طبعا، وعرفنا على ناس جديده. في ناس طبعا مثلت مصر بره ما شاء الله وكسبت، وفي ناس طبعا طلعت بعدنا اجيال جديده ما شاء الله برضو وصلت لهدفها. اتمنى طبعا نستفيد من الموضوع. انا هحاول اتكلم معاهم بحيث ان انا اعرف منهم اي تفاصيل لو على يعني تدريبات جديده او ايفنتات جديده ان شاء الله هبلغكم بيها على القناه، لان انا عارف طبعا في ناس بتتابعني على القناه ممكن يهمها الموضوع. خلي بالك شركه شيل ليها برامج كتيرة، مش في مصر بس، ليها برامج على مستوى العالم. في ايفنتات يعني على مستوى العالم. موضوع مفيد جدا، برامج بتبقى كويسة جدا. طبعا في الغالب هي ما بتدفعش عليها فلوس مجانا، بس بيختاروا اتفاقات عشان يستفيدوا من خبرتهم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد.